انا ما كنت كنتهضر راني ناخذ الكلمه، كنت معروض بحالي بحالكم باش نحضر لهاد البادره الطيبه اللي كتقوم بها مدرسه بنو حزم. ولكن كما قال الاخ الكلمه ديالو، ف اليوم الكل كيعلم على ان التعليم هو اساس يعني تطور ديال المجتمع وتطور ديال البلدان. ف اليوم المدرسه ديالنا في حاجه الى ضخ دماء جديده، في حاجه الى تنويع البرامج، وفي حاجه بطبيعه الحال الى مثل هاد المبادره ديال المدارس ديال الرياضه، باش يمكن الابناء ديالنا التلميذات والتلاميذ ديالنا ما يبقاوش يحسوا بداك الملل، وما يبقاوش يكون عندهم عدم الرغبه باش يلتحقوا بالمدرسه. احنا كنا دوزنا المدرسه في الصغر، وكنا في الصباح كيجينا صعيب اننا نمشيو للمدرسه، وصعيب باش نفيقوا ويبقاو والديك ينوضوك. اليوم تغيرت الامور، طورات يعني الوضعيه، اصبح التكنولوجيا غلبت على الامور اللي عشناها احنا في الصغر ديالنا. ولكن هاد البادره وهاد يعني النموذج الجديد اللي طرحته الوزاره، اعتقد على انه فيه يعني واحد المنفعه وفيه واحد قيمه مضافه بالنسبه للوليدات والبنات ديالنا، على اساس ان الفضاء اللي غيجيو يكونوا كيقراو فيه، انتم قلتوها في التدخل ديالكم، المكونات الاساسيه ديال الفضاء هو اولا المعلم اللي كيقري التلاميذ، والاطر الاداريه اللي كتسهر على انهم يقراو هذا التعليم، والفضاء اللي كيكونوا فيه يكون فضاء ملائم كذلك باش يخلي هذوك التلاميذ يلقاو راحتهم، باش يمكن العطاء يكون كذلك احسن. لان ملي كتجي وتلقى ظروف غير مواتيه في المدرسه، ولا من الناحيه الصحيه ولا من الناحيه ديال الاقسام ولا من الناحيه ديال يعني الظروف اللي كيكونوا كيجلسوا فيها في الاقسام، الا ما كانش هذيك الظروف المواتيه كونوا على يقين على ان التلميذ ما يكونش عنده عطاء وما يكونش عنده مردوديه، وحتى المعلم اللي كيكون كيقري حتى هو كيلقى صعوبه في القاء الدرس ديالو. فنتمناو على هذه التجربه يكون هذه في البدايه ديالها، هذه التجربه على ما اعتقد السنه الثانيه، نعطيوها شويه ديال الوقت، وانا متيقن على انه هذه التجربه غادي توصل المدرسه والتلميذات والتلميذات ديالنا لواحد المستوى احسن مما هو عليه اليوم المستوى ديال التعليم. ما خصناش نبخسوا العمل اللي كان من قبل، خصنا نعترفوا على ان المدرسه الوطنيه عطات لهذه البلاد، وخرجوا منها اليوم مسؤولين كبار في البلاد اللي يقراو حتى هما كما كنقولوا حنا الدارجه ديالنا في المدرسه ديال الشعب. حنا كلنا ولاد الشعب، وخاصنا نتهلاو في هذه النخبه هذه، لان هي المستقبل، وهي اللي غدا غادي تلقاوها امامكم مسؤوله على المصالح ديال الوطن والمصالح العليا ديال الوطن. فالتجربه كنعتقد على ان في البدايه ديالها بدات كتبان بوادر ديال النجاح ديالها. خاص كل شيء يمد يدو في هذا التجربه باش يمكن لها توصل للهدف المتوخى، الا وهو ان تخرج لنا واحد فئه من هاد الابناء ديالنا في مستوى لائق اللي غيكونوا غيرجعوا بالفائده على الوطن ديالنا. فشكرا لكم على هذه البادره، وشكرا على هذا الاهتمام، وشكرا اللي كذلك دعيتونا نحضروا معكم في هذه المناسبه، لان كنعتقدوا حنا كمنتخبين حنا شركاء اساسيين مع هذه المؤسسات ديال التربيه وديال التعليم. وانا قبل ما ندخل لهذا الجمع المبارك كنت كنهضر مع السيد المدير هنا، قلت له على انه حنا مستعدين كنجلس اننا ناهلوا مثل هذه المدارس هذو باش نزيدوا كذلك نكونوا شركاء حقيقيين وفعالين في هذه البادره اللي كتقوم بها وزاره التربيه الوطنيه. فغادي نديروا لقاء ان شاء الله الاسبوع المقبل او الاسبوعين المقبلين، على اساس غنختاروا واحد 4 ولا 5 ديال المؤسسات في المدينه اللي ان شاء الله المجلس غادي يتكفل بالتاهيل ديالهم في اطار شراكه مع المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه. فتبارك الله عليكم وجمعه مباركه، والله يكمل عليكم بخير، والله يكمل على وليداتكم بخير. هنيئا
هذه المدرسه في الاطر ديالها هو اليوم المدير ديالكم. تبارك الله عليكم وشكرا لكم.